هذه لائحة تضم أسماء كل ملاعب العالم، ملاعب كرة القدم التي تستجيب لمعايير الفيفا لإجراء مباريات دولية. العدد ديالها هو 433. ورقة نقدية من فئة 200 درهم. السؤال هو شحال غادي يخصنا في الميزانية باش أننا نغطيو كل هذه الملاعب بالأوراق ديال 200 درهم؟ الجواب هو 51 مليار درهم، والتي هي بالمناسبة تساوي بالتمام والكمال الميزانية السنوية لصندوق المقاصة. بعبارة أخرى تساوي الراتب ديالك السيد رئيس الحكومة لمدة 84 ألف عام. هذا الشيء اللي قالت الدراسة اللي بين أيديكم، الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة في 2012، وكانت السنة المرجعية هي 2011. كتقول بأن 96% منها، يعني أي من هذه المقاصة، كتنهب ظلما وبدون وجه حق على حساب المستضعفين لتذهب إلى جيوب غير مستحقيها. يعني من 433 ملعب ديال كرة القدم مفروشة بالأوراق ديال 200 درهم، الأغنياء كيديو 416 تيران مفرش بالأوراق ديال 200 درهم. الخلاصة أن تلك 51 مليار درهم المخصصة للفقراء لا يصلهم منها إلا 2 مليار، والباقي أي 49 مليار فهو غنيمة يوزعها الأغنياء فيما بينهم. انت أولهم السي بن كيران. قصة ذلك المواطن الذي هو أب ل10 أبناء، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر. الطفلة جاها شي مرض، والطبيب وصى هذا الأب باش يعطي لبنته واحد الدواء 3 جرعات في اليوم، على أمل أنها في المدة ديال 10 أيام تشافى وتكون بخير. الأب بغى يجتهد كراع مسؤول عن رعيته، فطبق العدل والمساواة بما لا يتنافى مع العقيدة من منظوره طبعا، فوزع الدواء على كل أفراد الأسرة، وذلك بمبدأ وللذكر مثل حظ الأنثيين. ومع ذلك ظل ذلك الأب ينتظر الشفاء والعافية لطفلته، وانتهت القصة بما قد تتوقعون. بهذا الأسلوب يدبر الآن نظام المقاصة في المغرب، والذي من المفترض من الناحية المبدئية أن تكون الأسر الفقيرة أكثر المستفيدين من أموال هذا الصندوق، وليس الأسر الميسورة، عكس ما قام به المواطن أب الطفلة المريض الذي ذكرناه في القصة. والتانود ها انت ولا هذوك اللي معاك تعجبونا في الكوستيمات والبوزات وتصاور مقاصة، المقايصة، الناتج الداخلي الخام، البوكلي والكحل. نذكرك السي بن كيران انك سبق لك ومن تلقاء نفسك انك رجعتي شي فلوس للدولة كانوا شاطوا لك من الدعم ديال الحملة الانتخابية لفائدة الحزب ديالكم. كذلك غادي تجي اليوم امام هذا المجلس وغادي تعلن وغادي تقرر ارجاع كل ما استفدت منه من صندوق المقاصة، وغادي تطلب من الوزراء ديال الحكومة ديالك علنيا باش يستجبوا لهذه المبادرة بتلقائية، سيعممونها بدورهم على كل الأطر السامية التابعة للوزارات ديالهم، من مدراء دواوين، من كبار المسؤولين، من الولاة والباشوات، من القياد
الوكلاء جلالة الملك والقضاة، من عمداء الجامعات وأساتذة جامعيين وأطباء. كما أنك وبالمناسبة غادي تذكر النواب والمستشارين أن هذه المبادرة الأخلاقية لا تستثنيهم، حتى لو اقترحت عليهم بأن الاستجابة لهذا الرجاء هي ذات طابع تطوعي، فأنا على يقين أن ذرة من عزة النفس ستجعل منهم يتدافعون لإرجاع ما بذممهم من أموال استفادوا منها بدون وجه حق على حساب الضعفاء والمحتاجين. وبالموازاة مع هذا أدعوكم لإقرار آليات قانونية وإجرائية تجبر الأغنياء على إرجاع أموال المقاصة التي يستفيدون منها إلى خزينة الدولة. ومن شأن هذه الأموال في حالة استعادتها أن تشكل ميزانيات لا يستهان بها، ستتيح فرصا إضافية لخلق برامج جديدة للقضاء على الفقر ومحاربة الهشاشة وإقرار المساواة الاجتماعية، كما يمكن أن توظف هذه الأموال للنهوض بالقطاعات الرئيسية، خصوصا التعليم، الصحة والبنيات التحتية. السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء والمستشارين المحترمين، إنكم باستعمال المواد المدعمة ستساهمون في تخريب البلاد والعباد، والسلام عليكم.